مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بلي سي ام. بطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. مثل النائب السابق بالبرلمان المنحل عياض اللومي امام النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بتونس لسماعه كمشتكي به من اجل تهمه التحيل، وقد قررت النيابه احالته على الدائره الجناحيه في انتظار تعيين موعد لمحاكمته. وكان احد المواطنين رفع قضيه ضد اللومي قال فيها انه كان اتفق مع المظنون فيه على أن يبيعه هذا للآخر عقار ب2,000,000 دينار، وأنه سلمه 900 ألف دينار كتسبقة، ولكن اللومي وحسب شكاية الشاكي أخلف وعد البيع وتولى رهن العقار لأحد البنوك ب2,000,000 دينار. وتبعا لتقارير ولاية تونس وعملا بمقتضيات الفصل 23 من المجلة الجزائية، أذنت وزيرة العدل ليلى جفال بإحالة عياض اللومي على التحقيق، وذلك من أجل تدليس عقود واختبارات وفق ما صرحت به الأستاذة وفاء الشاذلي. كذلك نشر أمين عام حراك 25 جويلية بالبرلمان الجديد ثامر بديدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وثائق لعياض اللومي تثبت تورطه في عملية اختلاس واستيلاء على أملاك ورثة العربي الزاهر المقدرة بقيمة 18 مليار من عقارات بأريانا وأراضي عقارية. وأكد ذات المصادر بأنه في سنة 2012 اضطرت عائلة العربي الزهار لتصفية وراثتها المقدرة ب 18 مليار من عقارات بأريانا وأراضي عقارية، وبعد أن تم منح تفويض لعياض اللومي الذي مكنه من تصرف في الورثة تمكن من بيعها لزوجة رجل أعمال بسعر 2 مليارات فقط. وفي سنة 2015 تفطنت عائلة العربي الزهار بالكارثة واقتنعت أنها حصلت في فخ متحيل لا عهد له، ثم بعد ذلك توفيت السيدة منجية الزهار حرم العربي الزهار بجلطة قلبية بعد سماع ما حصل لأملاك زوجها من طرف عياض اللومي، وهي التي فوضت تصفية البيع للورثة. كما قاعدين تسمع باش يتم محاسبة النائب السابق بالبرلمان المنحل عياض اللومي بتهمة التحيل. معناه متحيل الراجل على 2 مليارات ولا أكثر، تحيل العائلة من 2012 ل 2015 وتفتنوا به. معناه في 2015 ما صارش محاسبته من 2015 حتى ل 2021 و22، لكن باش يتحاسب في 2023. ما نعرفوش علاش ما تحاسبش من قبل ومقدمين به شكاية. علاش باش يتحاسب كان تو؟ يمكنش العائلة ما لقاتش حقها في النظام القديم، لقات حقها في النظام الجديد مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ومسار 25 جويلية. حسيلوا كلمة الأخير عندكم انتم، هذه لمحة شنو قاعد يصير في بلادنا، والكلمة الأخير عندكم انتم بالطبيعة لو كان تحبوا تعلقوا فيما يخص الموضوع هذا، وربي يهدي الجميع. وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.